فيها فاكهة ونخل ورمان. مالكم ومال فاكهة الصيف؟ بتتهموها انها مضرة للصحة وبتخن ليه؟ انا جاية برق فاكهة الصيف. هو يعني عشان لذيذ ومعسلة ومياية تهاجموها؟ هو انتوا اعداء الفرحة؟ هو ربنا خلقنا عشان نحرم نفسنا ونعذبها؟ سيدي القاضي، فاكهة الصيف بريئة ومفيدة للصحة وبتخسس. ايوه بتخسس. الادعاء الاول ان مؤشرها الجلايسيمي عالي. معظم فاكهة الصيف مؤشرها الجلايسيمي من منخفض الى متوسط، والمؤشر الجلايسيمي ما هوش المشكلة في الحمل الجلايسيمي. يعني بتاخد قد ايه نشويات في يومك. قنن نشويات اليوم ووزعها على وجباتك واستمتع بفاكهة الصيف. الادعاء التاني اصل سعراتها عالية وبتخن. ما بتخنش. اللي هيتخنك انك تاخد سعرات حرارية في يومك كله ازيد من احتياجات حضرتك. حط فاكهة الصيف ضمن سعراتك وكلها واستمتع. الادعاء الثالث بتعلي الدهون الثلاثية وبتعمل كبد دهني. مش دي يا فندم، مش دي. انت بتتكلم على الفراكتوز كورن سيرب او السكر اللي بنحلي بيه حلوياتنا، مش السكر الطبيعي اللي ربنا خلقه اللي كله فوايد. استني، اصلها بتعلي الانسولين. ما يعلى الانسولين، ما هو دوره يعلى وياخد السكر على كتفه ويدخله جوه الخلية عشان ناخد الطاقة وما نحتاجش ولا نتحوج للسكر اللي بيصنعه الانسان. اعقلها عزيزي الدايتر، قنن واستمتع بفاكهة الصيف واوعى تحرم نفسك.